حلقتنا النهاردة هنعمل مع بعض فطيرة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ويكون المكونات بتاعتها موجودة عندك في قلب البيت. تقدري تعملي الحشوة اللي انت عايزاه، انما النهاردة هعمل لك حشوة بطريقة سهلة والطعم بتاعها في منتهى الجمال. اول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. معانا ربع كوباية من اللبن الدافي، معانا معلقة من الخميرة الفورية، ومعلقة من السكر. هابتدي ان انا اقلب كل المكونات كده مع بعض، وهابتدي ان انا اغطيها على ما احضر الدقيق. اول حاجه معانا كيلو ونص من الدقيق، اديت فيه رشه من الملح ومعلقه من السكر، وهبتدي ان انا اقلب الدقيق مع السكر والملح. بعد كده هضيف ربع كوبايه من الزبده او سمنه تكوني مسيحاها كده، واحط هنا بيضتين. كمان هنا ضفت بقى الخميره، خلاص كده اتفعلت، شفتوا بقى هي فارت ازاي. ضفتها وضفت كوبايتين من اللبن الدافي. كده انا حطيت كوبايه، وهدي بس هنا تقليبه، وهبتدي ان انا اضيف الكوبايه التانية. هبتدي اقلب كل المكونات كده مع بعض لحد ما يبتدوا ان هم يتجانسوا. بعد كده هبتدي طبعا ان انا اعجن بايدي. عندك العجان تقدري ان انت تعجنوهم كده في العجان. هتفضلي تلمي كده الدقيق مع كل المكونات لحد كده ما يتجانسوا مع بعضهم. طيب الدقيق ساعات بيختلف من مكان لمكان، فلو احتاج حبة من المية او اللبن تقدري ان انتي تضيفيها. بس انا هنا بصراحة المكونات عندي مظبوطة، فهي كده اتلمت معايا. بس طبعا خدوا مني بقى ايه شوية من العجن لحد ما ابتدي ان انا كده الم العجينة. يعني تقدري ان انتي تعجني فيها كده 10 دقايق وربع ساعة لحد ما تتلمي معاكي وتلتي فيها شوية. هي كده خلاص اتلمت بقى معايا. اديتها كده معلقة في الاخر بقى من الزيت، وهبتدي كده الم العجينة. بصي العجينة مرنة معاكي وحلوة جدا، وهي خلاص كده بقى الطبق اللي انا عجنت فيه مفهوش اي خلاص رواسب من الدقيق خالص. خلاص كده هبتدي بقى ان انا الم العجينة، وهسيبها بقى كده لحد ما تخمر. هغطيها كده بغطا، واحط عليها كده فوطه، واسيبها في مكان دافي لحد ما ابتدي تخمر. هنكون احنا بقى في الوقت ده هبتدي ان انا اجهز الحشوه بتاعتنا. معايا هنا نص كيلو من اللحمه المفرومه، حطيت لهم 3 بصلات كده مبشورين على المبشره او في الكبه. عندي هنا بقى كده مجموعة من الفلفل الألوان، الفلفل الأحمر والأخضر والأصفر. يعني كمية حلوة تقريبا كده يجيبولي مثلا نص كيلو. ضفت الفلفل، وهدي هنا بقى رشة من الفلفل الأسود، وحطيت هنا طبعا الملح، وحطيت هنا بهارات مشكلة. تقدري بقى انتي لو عندك مثلا حباه بطعم الحواوشي تقدري تحطي عندك بهارات حواوشي، تحطي 7 بهارات على حسب ما انت حابه. طبعا بعجنه معجنه كويسه. هنروح نبص بقى على العجين بتاعنا لقيناه كده طبعا اختمر خلاص. هبتدي ان انا بقى اقطع العجين بتاعنا. هجيب الصينيه اللي انا هقطع فيها، وهديها بس مسحه من الزيت. بعد كده هبتدي ان انا اقطع العجين. يستحسن تكوني عامله كل الدوائر كده قد بعضيها على حسب ما انت حابه. حابه تكبري شويه التقطيعه كده، حابه تخليها نفس التقطيعه دي، على حسب ما انت حابه. طبعا هنقطع كل الكميه بنفس الطريقه. بعد كده هبتدي ان انا اغطي الصينيه كده بفوطه، وهنجيب الصينيه اللي هندخلها الفرن وبديها كده نقطه من الزيت، وابتدي ان انا امسحها. كل ما بتريحي العجينه كل ما بتتفرد معاكي وبتكون النتيجه كويسه جدا. خلاص هبتدي كده افردها عادي، يعني انا هعملها زي دايره. هحط في النص كده جبنة الموتزاريلا، وبعد كده هلفها بالظبط زي نص ساندوتش. وهبتدي ان انا الاطراف كده ببتدي ان انا ابططها بالطريقة دي. طيب هبتدي بقى ان انا كده احط الحشوة، باخد كده جزء وببتدي ان انا الف على طول قطعة من العجينة على الحشوة على طول. هعمل نفس الحكاية في الناحية التانية، باخد الطرف كده وابتدي ان انا احطه، وكل ناحية ببتدي ان انا اضغط كويس كده من عند العجينة بحيث تبقى عاملة زي القرطاس. خلاص. وبعد كده ببتدي ان انا كمان اضغط من تحت كده الاتنين الطرفين مع بعض.
على فكرة تقدري كمان تدخّلي الحشوة، يعني العجينة بتاخد معاكِ، بس تدّيها طبعًا على قدّها، وبعد كده بتبقى معانا بالطريقة دي. هيكون بقى معانا كده الصينية، وبابتدي إن أنا أحط بقى كده كلّه جنب بعضه. طب أنا إيه، هابتدي أعمل واحدة تانية أفردها. كل ما قُلت لِك ما بتريّحي العجينة بيكون فرد العجينة معاكِ جميل جدًا. خلاص، هتعمليها زي دايرة. بابتدي إن أنا أحط في الدايرة حبّة من الجبنة الموتزاريلا أو الجبنة الرومي، أي نوع جبنة عندِك. بعد كده باخد باعملها زي نُص دايرة أو نُص رغيف، وبعد كده بابطّط الأطراف دي كده كويس. بابتدي إن أنا أحط بقى جزء كده من الحشوة، أحط كده على الناحيتين، وبعد كده بابتدي إن أنا أقفّل كل جزء على الحشو على طول، يعني كل طرف من العجينة على الحشو كده على طول، وتقفّلي كده بالجامد، تضغطي كده بالجامد، تحسّي إن هي كده مضغوطة كويس. باقفّل الجزئية اللي كده من تحت، وحتى لو شدّيتيها شوية بتتشد معاكِ، وبتبتدي تاخدي الطرفين وتضغطيهم كده مع بعض، تقفّليهم بيبقوا زي القرطاس. قُلت لِك حابة تكمّلي حشو تزوّدي على حسب راحتِك. تقدري تحشي أي الحشوة اللي أنتِ حاباها، تقدري تعملي مجموعة من الجبنة، تقدري تحطي فراخ، تقدري تحطي لانش، أي حشوة أنتِ حابة تعمليها تقدري تعمليها. طيب أنا كده هاقفّل كده بالزّق كلّه كده جنب بعضه بالطريقة دي كده. طب هنا الحتة اللي في النُص دي، على فكرة إحنا طبعًا هنسيب العجينة هنا كده تقدر إن هي تخمر تاني. أنا بقى جِبت هنا قطعة وعملتها دايرة، وحطيت جبنة وحطيت فيها كده حشو من اللحمة المفرومة، وعملتها كده زي كورة زي ما أنتم شايفين بالطريقة دي، وبطّطتها كده زي الكورة بالضبط أو القرصة، وهابتدي إن أنا أحطها في نُص الصينية. خلاص، هنسيب بقى هنا العجينة دي لحد ما تخمر تاني. في الوقت ده هاجيب بقى بيضة وحطيت عليها رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، والفلفل الأسود هنا بيقتل الزفارة بتاعة هنمسح بقى كده بالبيض من على على الفطيرة بتاعتنا كده زي ما أنتم شايفين بالطريقة دي. طبعًا ده بيساعد على لمعان، وبيبقى شكل الفطيرة شكله في منتهى الجمال. هابتدي كمان كده إن أنا أدّي رشة من السمسم، مش هاحط كلّه بقى سمسم. هاحط حبّة من السمسم في بعض الأشكال، وهاحط أشكال تانية هاحط عليها حبّة البركة، وهاسيب أشكال كده فاضية، يبقى كل واحد على حسب رغبته. على فكرة أنا عملت كمان صينية تانية برضه كده سادة. بعد كده بتبتدي إن أنتِ تحطيها بقى في فرن، بيكون فرن سخن وحار على درجة 200 درجة مئوية، بتحطيها على الشبكة، بتسيبيها لحد بقى ما تستوي وتاخد لون من تحت ومن فوق. ودي كده بقى الصينية بعد ما خرجت معانا من الفرن. صدقيني بتبقى مشبعة جدًا ومكفية وفي منتهى الجمال، وما بتاخدش معاكِ ثواني. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.